السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة معانا النهاردة وهي حكم الزمالك والاحتواء وإلغاء هدف التعادل للبنك الأهلي النهاردة. تاني حاجة معانا وهي إيقاف كهربا قبل نهائي كأس مصر. تالت حاجة معانا وهي مثلث رعب الأهلي اللي بيجهزه مارسيل كولر لبيراميدز في نهائي كأس مصر. واخر حاجه معانا وهي حكم نهائي كاس مصر بين الاهلي وبين بيراميدز وغيابات الاهلي وغيابات بيراميدز. بس طلب اخوي من كل واحد بيتفرج عليا، ادعم اخوك بلايك وادعم اخوك بالاشتراك في القناه علشان نقدر نكمل الفتره الجايه. نخش في الموضوع على طول. اول حاجه معانا وهي الزمالك والبنك الاهلي، وما زال اداء الزمالك امام البنك الاهلي النهارده غير مرضي لجمهوره رغم المكسب 1-0 ورغم احتواء الحكم النهارده للزمالك مع حقيقه الغاء هدف للبنك الاهلي. الحكم انا ما اعرفش ازاي لغاه، لان الكره راحت لاحمد فتوح ومحدش تدخل فيها وهو بيقول ان دي اوف سايد. طب ما هو محدش تدخل فيها واحمد فتوح اللي مرجعها. انا واحد من الناس كان عندي شك في الكره الثانيه لما رجعت من احمد فتوح للاعب البنك الاهلي ان هنا ممكن يكون فيه اوف سايد، لكن الكره ما فيهاش اي حاجه. ما اعرفش الحكم لغاها بناء على ايه. وحكم الفار فيه مشكله. حكم الفار النهارده المفروض ان هو قاعد على الفار وبياخد القرار وبيبلغه لحكم الساحه، لكن النهارده حكم الفار يبدو انه قال لحكم الساحه انا مش قادر اخد القرار، فتعالى اتفرج عليها انت في الفار وخد انت القرار، بحيث انك انت لما تعمل حاجه غلط انت اللي هتشربها. بقى المهم ان في النهايه الزمالك كسب بفضل دفاعه كان كويس النهارده الى حد ما، واحمد فتوح واحمد سيد زيزو. وتاني حاجه معانا النهارده وهي ايقاف كهربا قبل نهائي كاس مصر. الاهلي دايما قبل ما بيعمل اي خطوه بالنسبه للاعب موقوف بيسال اتحاد الكوره، فالنهارده المسؤولين في الاهلي سالوا اتحاد الكوره عن حقيقه او احقيه مشاركه كهربا في كاس مصر، ورد على المسؤولين بتوع النادي الاهلي الاستاذ وليد العطار وقال بالنص كده انا ما عنديش قرار بايقاف اللاعب حاليا، وان ما ارسله للاتحاد الدولي لكره القدم في 8 فبراير اللي هو العقوبه السابقه لا يعد قرارا بالايقاف بعد انتهاء المده، يعني بعد المده ما تخلص مفيش قرار ايقاف، لازم قرار الايقاف يجي مباشر من الاتحاد الدولي، ولحد دلوقتي مفيش قرار مباشر جه. طب الكلام اللي فات ده بالنسبه لاحقيه مشاركه اللاعب. طب بالنسبه للغرامه هتدفع، الغرامه الموقعه على كهربا هتدفع، هيتم سدادها امتى؟ النادي الاهلي هيدفع ولا لا؟ اللاعب هيدفع ولا لا؟ رد وكيله النهارده وكيل اللاعب محمود كهربا الاستاذ احمد يحيى وقال ان كهربا ذات نفسه مجهز 400,000 دولار وان الاهلي مجهز لكهربا 2 مليون دولار. هل الاهلي هو اللي متحمل ال 2 مليون دولار دول ولا محبين النادي الاهلي اللي قالوا هنقف جنب كهربا في ازمته وهندفع له وهنجيبها عن طريق الرعايه والاعلانات والكلام من ده كله؟ المهم ان في النهايه ان الاستاذ احمد يحيى وكيل اللاعب اكد ان الفلوس جاهزه وهتدفع لكن في ميعاد معين. طب هتدفع امتى؟ قال انا ما اعرفش الدفع هيبقى امتى، لكن القرار كله بايد الكابتن محمود الخطيب. المهم ان كهربا حاليا له حق المشاركه في نهائي كاس مصر مع الاهلي بجمهوره ومشجعيه ومحبيه امام بيراميدز بطموحاته وتذاكره اللي اشتراها كلها واللي لحد دلوقتي بيدلل عليها علشان يشحت، عمال يشحت في جمهور وعمال يلم، واي حد مش عارف ايه هنجيبه وهنديكوا فلوس وهنديكوا وجبات ومش عارف ايه. بس سيبك انت ان اللي هيجي هيكون عامل في النهايه، اللي هيجي البيراميدز لازم يكون عامل الفان اي دي. نيجي بقى لماتش الاهلي وبيراميدز ومثلث الرعب للاهلي اللي بيجهزه مارسيل كولر لبيراميدز. قرر مارسيل كولر خد ثلاثي الرعب حسين الشحات وبيرسي تاو وراس المثلث الهجومي محمود عبد المنعم كهربا، وعن طريق عمل سويتشات بين حسين الشحات وبين بيرسي تاو مع غياب احمد عبد القادر نظرا لشعوره باجهاد في العضله الخلفيه. طب احمد عبد القادر لو سليم كولر هيشاركه؟ لا، كولر مش هيعتمد عليه بشكل اساسي في الماتش ده، لان هو من وجهه نظر كولر وهو دي الحقيقه لان هو بيعطل الهجمه ومستواه مش هو المطلوب. اللاعب عنده امكانيات كبيره لكن بيستغلها بشكل فردي يعطل الاداء الجماعي. مع غياب طاهر محمد طاهر اللي فيه كلام ان هو مقموص علشان كولر ما بيعتمدش عليه بشكل اساسي، مع ان هو لما كان بيلعب كان مستواه ضايع. انا ما اعرفش يعني انت كلاعب ما بتتفرجش على نفسك بعد الماتش؟ لو اتفرجت على نفسك مستواك بيعجبك، بتشوف نفسك كويس، بتشوف نفسك مرضي للاداء الجماعي، بتشوف نفسك عملت اللي مطلوب منك. انا ما اعرفش بتتفرجوا على نفسكم ازاي، لكن احسن قرار لكولر هو اللي هيخدم الفريق وهيخدم خطه اللعب هو اللي هيلعب. غير كده بلاش مجاملات وبلاش محسوبيات لان ده اللي بيوقع وبيهد اي فريق. نيجي بعد كده لغيابات بيراميدز. غيابات بيراميدز هم 3 لعيبه، مصطفى فتحي لانه هو كان واخد طرد في ربع النهائي امام البنك الاهلي في كاس مصر وعنده غياب ماتشين، غاب الماتش اللي قبل النهائي قدام الزمالك وهيغيب الماتش النهائي قدام الاهلي. تاني غياب وهو علي جبر لانه هو واخد طرد في الماتش اللي فات قدام الزمالك. تالت غياب وهو الشريف اكرامي بسبب مشكله المنشطات اللي محدش فاهمها لحد دلوقتي الدنيا ماشيه فيها ازاي.
طبعا فريق بيراميدز عالي جدا 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 فنيا، لكن بينقصه بس هو ايه؟ الحماس، وده مش هيجي غير بجمهور او لما يكون عندك قاعده جماهيريه كبيره. لكن المبلغ بصراحه اللي اتحدد لهم كمكافاه ان لو بيراميدز كسب ان كل واحد منهم هياخد نص مليون جنيه، فاللعيبه هتموت نفسها بكره قدام الاهلي علشان المكافآت بس، ودي طبعا مكافاه تحرك الحجر. لكن لو هتلغي المكافآت انت مش هتعرف، يعني دي هتفضل مشكله بيراميدز الابديه او اي فريق استثماري ما عندوش جمهور يحركه. يعني لو جبت بيراميدز وشلت النادي الاهلي وحطيت بيراميدز في ماتش الهلال في اللي هو الماتش اللي فات بتاع الصعود من دور المجموعات، ايه الدافع اللي انت هتقول لبيراميدز فيه انا هديك نص مليون جنيه علشان لو صعدت هديك نص مليون جنيه؟ مفيش دافع. الاهلي ما عندوش دافع ان هو يحط مبلغ زي كده لكل لعيب، لكن عنده 80,000 حاضرين، دول مش تعرف تشتريهم بفلوس، دول اللعيبه ذات نفسهم هم الدافع، هو الجمهور ده الدافع بالنسبه للعيبه، ودي الحاجات اللي مش هتعرف تشتريها بفلوس. ماتش بكره بين الاهلي وبيراميدز في نهائي الكاس هيبقى امين عمر حكما للساحه ومحمد عادل هو حكما للفار. سبحان الله، بيراميدز من يومين اتنين بس هدد اتحاد الكوره بسحب الاستثمار. من يومين اتنين بس الفار اشتغل النهارده في ماتش الزمالك وبلانك الاهلي، وهيشتغل بكره في ماتش الاهلي وبيراميدز في النهائي. اي نعم هو كان مطلبه ان هو عايز حكم اجنبي وان الفار يشتغل، ما حققلوش المطلب الاولاني وخلى الحكم مصري، لكن الفار اشتغل وكأن شيئا لم يكن، وكأن اتحاد الكوره بيتعامل مع ناس مجانين ما تعرفش اللي هيتم. لا، انت مجرد ما اي فريق بيهددك، اي فريق له تقله بيهددك، انت بترجع تاني مع ان اللي بيطلبه ده هو الصح. لكن هو ده اتحاد الكوره في مصر، سمك لبن تمر هندي. بس كده يا صديقي العزيز، لو عجبتك الحلقه اعمل لايك واشترك في القناه وخلي الكوره ليك. رمضان كريم، سلام.